السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما تكون بخير. النهارده هنجيب لكم اصل حكايه. هو انت هتستقردني؟ هتضحك عليا ولا ايه؟ اصل الكلمه دي ان صلاح الدين الايوبي كان اصله كرد، والكرديين كانوا ناس محترمين وعادلين وما بيظلموش حد. فعشان كده صلاح الدين الايوبي لما كان بيعمل اي حاجة كان بيستعين بالاكراد، واللي هم بيحبوه واللي هم كانوا قريبين منه واللي بيطلب منهم اي حاجة بينفذوه. فكان الناس دي مش ظالمة وعادلين وناس كويسين. فلما النصابين والحرامية ولا اي حاجة يحصل لهم ويقابلوا الشرطة ولا يتقبض عليهم، فيكون النصاب او الحرامي يقول لضابط الشرطة او العسكري او كده: انت كردي، انت كردي، يعني انت مش ظالم ولا عادل، وانت كويس، وانت مش هتعمل معانا مشاكل، وانت راجل كويس وكده. فكان بيستعطفوا الشرطة النصابين والحرامية ويقولوا لهم انت كردي. الموضوع زاد وعمل وراح، وكل ما يحصل حاجة والشرطة تيجي تمسك اي حد ماشي، كان الحرامي او النصاب او المحتال يقول له ايه؟ يقول الحرامي يقول للظابط انت كردي. فراح العسكري يقول لك: هو انت هتستقردني؟ انا مش كردي، انا مش كردي، انتوا اكراد، انتوا حرامية، الاكراد فلان وفلان وفلان. هو انت هتستقردني؟ ما تستقردنيش وتضحك عليا ان انا كردي وانا عارف ان انا مش كرد. الموضوع ده كان في الاول بيتقال مجاملة ان انت كردي عشان انت كويس ومش هتظلم وكده، وانتشر بقى وفي البلد وعمل، ولغاية ما وصل بقى لما حد يجي يقول لحد حاجة يقول له انت هتستقردني. موضوع من انك طيب ومحترم وعادل وكده يتقال ان انت هتستقردني، يعني هتضحك عليا، واتقالت الإفيه ومشيت كده. وهو دي اصل كلمة هو انت هتستقردني. ادعمونا، شيروا قناة اصل الحكاية في كلمتين وبس.